البرلماني الرابع لإقليم دريوش. في الحقيقة الإقليم دريوش منشأ استراتيجي برلماني وهام استطاع الحركة الشعبية بفضل السيد العضو المكتب السياسي للحركة الشعبية بضغوطات قوية جدا، وتشهد أنه عرف اليوش عشان الحزب اليوشي يعرفها برلماني، وتشهد جميع الأحزاب السياسية للمغرب، جميع الأحزاب السياسية للمغرب وديني بوش الحزب هذيك شاوري فيه ذي اللوائح الأولى، ولكن القوة السي محمد الفضيلي المكانة نستداخل الحركة الشعبية، الوزن نستداخل الحركة الشعبية، العلاقة نعرف أجل الحركة الشعبية استطاع أديشتي السيد الفضيلي الحصة يعرف الشباب، استطاع أدير بكل قوة يضغط بكل قوة الشيء للشبيبة الحركية وكعضو المجلس الوطني للحركة الشعبية خمين تبدا داخل الحزب نتحس وكأنه أقام ضد عنه وتجيبوا لي نجيون غاحد و أنومينيخ بأنه الوجود السي العادل القشوحي أمينيخ بكل صراحة أنه كان بفضل السيد المستشار البرلماني والعضو المكتب السياسي السي محمد الفضيلي، ولانيتي أتقدم السي عادل القشوحي يعدون في الرتبة التاسعة للائحة الوطنية للشباب والنساء، وهنيئا لإقليم دريوش بالظفر بمقعد رابع. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أشكركم على حفاوة الاستقبال، وأشكر بخصوص السيد محمد الفضيلي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، وأشكر جميع مناضلي الحركة الشعبية، أشكر جميع المصوتين على الحركة الشعبية، وأنا جد سعيد بكم، وأشكركم مجددا، وأتمنى أكون في مستوى تمثيلية الشباب لإقليم دريوش وباسم شباب إقليم دريوش، وأهنئ السيد الدكتور محمد غنبو على الفوز المستحق، وشكرا لكم.